هل معرفتك بالHTML والCSS وJavaScript ومثلًا framework واحدة أو التانية بتخلّيك front end كويس أو بتخلّيك front end engineer متميز؟ في واقع الأمر يا جماعة الدنيا بقت مختلفة عن كده شوية. أنا من وجهة نظري اللي أنت لازم تكون متميز في الspecialty بتاعتك، أيًا كان أنت back end front end data scientist لازم تكون مُلِم كويس جدًا بالحاجات اللي ليها علاقة بيها، عارف يعني إيه web sites، عارف يعني إيه web performance وما إلى ذلك في الfront end، وعارف إن أنت تاخد design وتعمل implementation وكده. ولكن بالإضافة لكده في شوية حاجات أنت لو عملت لها ماستر هتبقى أحسن بكتير جدًا، وهتبقى مُلِم أكتر بالcycle كلّها بتاعة الsoftware engineering. أنا من وجهة نظري من أهم الحاجات ديًّا اللي كfront end engineer اللي أنت تكون عارف يعني إيه deployments، إزاي مثلًا بتعمل deployment للweb site بتاعك، مُلِم شوية عن إيه DevOps، إزاي مثلًا أنا بscale الweb site بتاعي لو جاله views كتيرة وما إلى ذلك، عارف الback end basics يعني إيه HTTP requests، يعني إيه back end، يعني إيه SQL databases وNoSQL databases، ومُلِم شوية بحاجات ليها علاقة بالperformance وبالdata structures.